وباسم العلاقة الفلسطينية المغربية. بطلع علينا مرتزقة، بطلع علينا ذباب إلكتروني، بطلع علينا ناس بيسموا حالهم فلسطينيين وبشتموا في مملكة المغرب الشريفة وفي ملك المغرب حفظه الله باسم فلسطين وباسم العلاقة الفلسطينية المغربية. اللي بدي أقولكم إياه يا أخوة ومن غير ما حدا يزعل، علاقتنا في المغرب مش من الستينات ولا قبل عقود، بل علاقتنا في المغرب الشقيق هي علاقة قرون، علاقة قرون ربطت ومزجت الدم الفلسطيني مع الدم المغربي، ربطتنا بالرجال اللي اجوا مع صلاح الدين والبيوت اللي اجوا. كل مداخل القدس في اشي، في مدخل من مداخل القدس يسمى باب المغاربة. فيا اخوان لما يطلع لنا مرتزقة باسم الجزائر، ذباب الكتروني باسم الجزائر، ويشتم المغرب ويشتم المغرب باسم الفلسطيني مشان تخربوا العلاقة بيننا وتسمحوا لهؤلاء المرتزقة انهم يشتمونا ويشتموا اخوتنا في المغرب، انا اسف على ما يحصل بهذا المستوى. واتمنى منكم انكم توقفوا هذه المهازل ضدنا وضد اخوتنا في المملكة المغربية الشريفة. علاقتنا يا اخوان مع المغرب علاقة عريقة قديمة، خلافاتكم مع بعض كثير جديدة وحديثة مقارنة في العلاقة ما بيننا وبين اخوتنا في المغرب. البليساريو في 73 سرقوا علم فلسطين، واليوم بطلع شعارات فارغة تقول طريقنا إلى القدس تمر عبر البليساريو. هذا شيء مخجل ومؤسف، لأنها قضية فلسطين وعلم فلسطين مقدس، وقضية فلسطين مباركة ومذكورة في القرآن. وعلاقتنا مع أخوة المغاربة هم من جاء وسكن فلسطين ودعم فلسطين ويدعم فلسطين اليوم للحظة هذه، هم أخوتنا وبأموال المغرب وأموال الضرائب وأموال الزكاة. فأرجو منكم يا أخوتنا في الجزائر إنكم تحترموا علاقتنا العريقة الأصيلة القديمة وعلاقتنا الحالية مع هذه المملكة الشريفة، لأن كما نحبكم نحبهم، ولن نكون طرفا ضد أي منكم إلا بالخير